أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الحدث الاستثنائي في الرياض. نعم استثنائي. نحن في هذه الأمسية في كأس موسم الرياض الرابع، ونحن في حدث آخر مهم. نحن في هذه الأمسية في افتتاح الرياض أرينا. طبعا هذا المجمع الذي يحتضن الليلة في هذه الأمسية التاريخية وفي مباراة الهلال، ملعب الجديد، بيت الجديد، لا شك في ذلك، يحتضن مباراة الأولى انتر ميامي. انتر ميسي يحل ضيفا ليونيل ميسي مرة أخرى على كرة القدم السعودية. هذه شك في ذلك. الأجواء الهلالية كلهم حضروا وسعيد الحظ، وهذا من انطلاق. الله يا ميسي يأتي بكرة طالت لكنها أيضا أمتعت. سجل في تلك المباراة وأب الجديد في بيت الجديد. كرة يا ميسي. هذه ألعاب خطيرة لكن هذا المكان خطيرة، فرصة للأمام، لكن لدينا حالة تسلل ممثل، ولا زالت خطيرة، والكرة تلعب خطير. الله سجل يا تاريخ، أول هدف في المملكة أرينا عن طريق المدمر على خطأ خطير. الله، وكرة تصل. الهلالية يطالبون بضربة جزاء، والبرازيلية تقول هدف آخر. المحاولة. الله، هكذا تكون الاحتفالية في الملعب الجديد يا هلال، هكذا تكون الاحتفالية في مملكة أرينا في ملعب الهلال الجديد. أن الهدف الأول سجله متروفيتش. خطيرة في هذا المكان، فرصة تضيع من سواريز، لكن يا لها من مباراة. ما عنده مباراة قادمة بانتظارها بتاريخها، يليق بأسماء، يليق بنجوم التاريخيين السابقين واللاحقين كذلك. هذا البيت الجديد كل ما فيه مذهل ومبهر. الآن الهلال جاء لأن يؤكد هذا ليونيل، هذه ألعابه، هذه خطيرة. لو طيان لكن لدينا تسلل بباتمان. التسديدة قوية خطيرة. الله، فرصة للأمام، لكن أجواء خيالية بالمناسبة. نتكلم عن 25 دقيقة. على الاستلام. الله، لكن الاستلام حكاية. الاستلام يا ميشايل حكاية في الكرة الماضية. لاعبي فريقه في المباراة حتى الآن للأمام، وهدف، لكن الهدف يلغى، والغضب كبير جدا من جانب سواريز. احتجاج ايضا من جانب سيرجيو بوسكيتس في هذه اللحظات. هدف الهدف يحتسب، وسواريز احتجاجك قيلت للامام وخطيره. الله، لكن يلغى الهدف. والله انا رايي ان عرضيه تلعب خطيره بالراس. الله، هدف هلالي ثالث. الهلال في ليله المذهله، في تحفه. طبعا كانت
الارجنتين والبرازيل. بعد ذلك شاهدنا تكريم مارادونا الراحل على مستوى المشاركة في الكان مع كوليبالي في منتخب السنغال، ومع أيضا الحارس المتألق ياسين بونو مع منتخب بلاده. من الفريقين بدون إجراء أي تغييرات نتكلم عنها، فيها خيارات قليلة، تمريرة وفرصة، ولكن سافيتش يتدخل. هل كان في الأصل تسلل؟ نعم، في الأصل كان في تسلل على هجومه وفرصة متاحة، لكن جحفلي في التغطية. الحكم لا يشير إلى شيء، اللاعب يستمر بتغطية من جانب جحفلي على مرتين. الكرة لميشا، ماذا قررت في هذه الأثناء؟ ركلة جزاء لإنتر ميامي على محمد جحفلي ليحصل ميسي على الكرة من أجل أن تكون له بصمة في هذه المباراة. ليو أمام الطيار، ليو نعم من غيره ليو، من لها غير ليو. ميسي يسجل هدف ثاني لإنتر ميامي مع جوردي ألبا. ميشيل عذب ومرور جميل، رويس مرة ثانية وتسديده، يا إلهي مستحيلة يا إنتر ميامي، يا الله. دقيقتين كانت كافية لقلب المواجهة. تصل إلى سافيتش، تسديدة لكنها جاءت بعيدة، ولكن بعد ذلك فيها تغطية إلى وجود ركنية. شوط ثاني رائع لرويس، شوط ثاني رائع للاعب اللي تدخل في اثناء لروبن، طويله خطيره وفرصه للودي، لكن الدفاع يتدخل بروعه من جانب يدلين، ثم تحت ذلك عند حبيب ضغط عالي من جانب شايل، لمسه للودي جميله، لكن التغطيه عرضيه راسيه جميله لكنها في يد الحارس، حلوه من جانب مترو براسيه رائعه، لكن كالندر يتصدى. سيرجي بالكنترول الاول، سيرجي بالتمريره، لكن لمسه بينيه خطيره الى ليا وكره في الشباك الجانبي، يا الهي لقطه خطيره من جانب الحمدان. هذه كانت قريبه. الملاعب الرياضيه كره اماميه خطيره لسواريز، يندفعون يحاولون تسديده من ماكفي، سيكون خيار جديد. الكوم جميله لكنها شويه صعبه شويه سريعه. حلوه الفكره، ذكيه كانت. لويزيتو بتسديده، ولكن الوطيات تألق فيها تسلل. كم مره وقعت في الفخ كم مره وقعت نيكوفيتش سافيتش بكره اماميه، لكن الدفاع تدخل. من هي هلاليه في هذه اللقطه، خطيره وفرصه لكنها مرت. جميله العرضيه من لودي، جميله من لودي، لكن جحفري اضاع الكره وضاع الطريق. فرصه كانت في المتناول في منتهى الخطوره على مرمى انتر ميامي. يا سافيتش يا الهي مستحيله يا سيرجي يا بالراس، يا مالكم بالضربة القاضية الرائعة. وقتك يا مالكم تايم، مالكم الكبير، مالكم يا عيني، مالكم الضربة الرأس العالية، القوة بعد ثواني من خروج اليوم. الهلال يخطف الرابع الرائع.